هقدم معاكم النهاردة وصفات مفيش احلى من كده، هتدفيكوا في برد الشتاء وهتنفع في الفطار وهتنفع في العشاء مع كوباية شاي بقى كده او شاي بحليب وتتدفي بقى كده. بصوا هقدم معاكم النهاردة 5 معجنات، منهم في الفرن ومنهم بدون فرن. حطوا بقى لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. تعالوا نشوف القرص الطرية الحلوة دي عملناها ازاي. قلبي بجيب معايا هنا الدقيق، والدقيق عبارة عن 3 كوبايات. تمام كده هنزل رشة من الملح. بعد كده يا حبايبي بعد ما بنزل بقى الملح، بنزل بقى معلقة كبيرة من الخميرة وعليهم معلقتين كبار من السكر، وبنزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام معايا هنا من 3 ل 4 معالق كده من السمسم المحمص، بنزلهم على الدقيق بالشكل ده. بعد كده يا حبايب قلبي بكون جايبه نص كوبايه من السمنه، ويا ريت السمنه تكون بلد. تسخنيها كده وتسيحيها شويه عشان الجو برد، وبتنزلي عليها ربع كوبايه من الزيت. تمام يعني كده ميكس كده من الزيت والسمنه، نص سمنه وربع زيت. تمام بعد كده يا حبايبي بقلب بقى بالمعلقه كويس جدا وادخل المكونات مع بعض بالشكل ده. في المرحله دي بقلب بالمعلقه عادي جدا. تمام بعد كده بجيب كوبايه من الحليب اللي هو اللبن يعني الحليب. تمام بحطه بالتدريج ويا ريت يكون الحليب دافي، يعني كوبايه كده بنزلها. وبقلب بقى العجينه بالشكل ده. في المرحله دي بدخل ايدي وبعجن بايدي. تمام كده بفضل اعجن كده لغايه لما تكون بالشكل ده. بعد كده حبايبي بسيبها بقى وبغطيها وبحطها في مكان دافي، يعني نص ساعه كده او ساعه الا ربع تقريبا او ساعه حسب بقى ايه المكان اللي انت هتحطي فيه لازم يكون دافي. تمام لغايه لما يتضاعف حجمها وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بططها كده وبدخلها في بعضها زي ما انتوا شفتوا كده. هعمل معاكم واحده كمان، بجيبها وبضغط عليها كده ماشي، واجيب الاطراف بقى وبدخلها كده جوه كده. بصوا بالشكل ده اهو. تمام بعد كده بضمها كده واعملها كوره اهو بالشكل ده وبحطها كده. ال3 كوبايات دي عملوا معايا 12 قرصة بالحجم اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بعد ما بعملها كور بقى كده في الصاج بتاعي بغطيها لمدة ربع ساعة كده او 10 دقايق تضاعف بس حجمها شوية بالشكل ده. بتكوني قايدة الفرن على درجة حرارة 180 يسخن. تمام بتسيبيها بقى كده لمدة يعني نص ساعة كده او تلت ساعة، يعني كل شوية ببص عليها قلبي الصاج، يعني لف في الصاج كده لغاية لما تاخد بقى اللون الاحمر وتستوي معاكي. تمام كده عايزة اقول لكم يا جماعة بجد تحفة تحفة تحفة. عاوزة اقول لكم كمان اول ما بتخرجوها من الفرن وهي سخنة بترش عليها كام بخة كده من اللي هي مية. تمام وتغطوها لمدة 10 دقايق او 5 دقايق. بعد كده بقى بتقدميها بقى جنب كوباية شاي بقى او شاي بحليب، وبألف هنا تفطري بيها بقى تتعشي بيها في كل حالاتها كده حلوة. وزي ما انتوا عارفين انا عملتها سادة، يعني ما حشيتهاش حاجة، لان عشان تتحكموا انتوا بقى يعني ممكن تاكلوها بجبنة، ممكن تاكلوها بشوكولاتة مربى. تاني وصفة معايا وهي الفطاير، فطاير الماء الساخن او فطاير الماء المغلي. هعملها معاكم على الطاسة، سهلة جدا يا جماعة. هتقليها كده في الزيت على طول وتطلع معاكي وتفطري بيها او تتعشي بيها تحفة. تعالوا برضو نشوف الطريقة.
تالت وصفة معايا وهي خلية النحل، محشية جبنة وسقياها بالعسل، حاجة كده من الآخر تحفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تابعوا معايا الفيديو وشوفوه للآخر بيجنن. بصوا بقى يا حبايبي، أول حاجة بجيب معايا هنا كوباية من الحليب الدافي، بنزل عليهم معلقتين من السكر ومعلقتين من الخميرة، بقلبهم كده كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا بسيطة يا جماعة وسهلة جدا. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، اي دقيق عندك يعني متوفر عندك استخدميه. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق بنخلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلقتين كبار من السكر، بنزل ربع معلقة من الملح، كده بنزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بقى كل الكلام ده مع بعضه، يعني ادخل كل المكونات البودرة دي مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تنزلي 3 معالق من الزبدة، ممكن تنزلي 3 معالق من السمنة. بعد ما بدخل السمنة كده او الزبدة في باقي المكونات بالشكل ده، بنزل بقى الخميرة بتاعتي بعد ما تفاعلت كده بالشكل ده. بقلب بقى وبعجن زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة العجينة هتبقى معاكي طرية، تمام. لو العجينة بتاعتك احتاجت دقيق حطي، يعني عايزة نص كوباية كمان حطي عادي، يعني حسب الدقيق بتاعك بقى، شوفي هي محتاجة ايه واعملي ماشي. اهم حاجة بس اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا العجينة طرية ازاي. احطها في البولة وبغطيها وبسيبها بقى تخمر، يعني يتضاعف حجمها شوية لمدة كده ساعة نص ساعة. بعد ما بتخمر بقى معايا ويتضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بخرج بقى منها الهواء وابدأ بشتغل فيها على طول. بجيب بقى صينية مدورة، صينية مستطيلة اللي متوفر عندك استخدميه. بدهنها بس دهنة من السمنة كده او دهنة من الزبدة احتياطي، بس علشان اللي خلية النحل لما تستوي ما تلزقش معايا في الصينية او تتلسع يعني، تمام. زي ما قلت لكم انا هحشيها النهارده بالجبنة، الجبنة اللي هي اي نوع جبنة انت عايزة تستخدمي، بس انا استخدمت هنا جبنة تلاجة من اللي هي الدلع، تمام، ما فيهاش ملح كتير. بقطعها مكعبات بالشكل ده عشان اعرف بقى اتحكم فيها واحطها في العجينة بتاعتي. بعد كده حبايبي بجيب الصينية بتاعتي اللي احنا بطناها، وبجيب معايا بقى العجينة بتاعتي واعملها كورة بالشكل ده، وابدأ اجيب قطعة من الجبنة اللي احنا قطعناها وبدخل الجبنة في الكورة بتاعتي وبقفل عليها كده بالشكل ده. بصوا تقدري تتحكمي في الكورة بتاعتك، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة زي ما انت عايزة. بغطيها بس واسيبها بس ترتاح كده من 10 دقايق كده لربع ساعة، يتضاعف بس حجمها شوية. وزي ما قلت لكم انا هسقيها النهارده بالشربات بعد ما تخرج من الفرن. هجيب معايا بولة احطها على النار وانزل فيها كوباية من المية، كوباية من السكر، وعصرة ليمونة. بسيبهم بقى يغلوا مع بعض على النار لغاية لما القوام بس ايه تلاقيه كده تقل سنة، يعني يوبك بس يغلي كده لمدة 5 دقايق 7 دقايق كده وتدفي عليها. هنا خمرت معايا وسبتها ربع ساعة كده او تلت ساعة يتضاعف حجمها شوية. هحط بقى هجيب حليب وادهنه كده على الوش، علشان انا عايزة بقى اللون الاحمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. العجينة بالحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، باخدها بقى وبدخلها الفرن زي ما قلت لكم 180 درجة، بتسيبيها لمدة 20 دقيقة. وفي خلال ال20 دقيقة عايزاكي تبصي عليها يعني كل شوية كده عشان تشوفيها لو خدت لون تطلعيها عشان ما تتحرقش معايا. بعد كده حبايبي خلاص استوت معايا اهي وبقت زي الفل. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة يا جماعة. بجيب الشربات بتاعي اللي احنا حضرناه يكون بارد شوية وهي سخنة، اول ما تطلع من الفرن بتنزلي عليها بقى الشربات، بتجيبي المغرفة كده وبتنزلي على كل دورية كده اهو، بتشرب بقى الشربات وجواها بقى الجبنة، تاكلوها بقى وهي سخنة. عايزة اقول لكم بقى جنب كوباية شاي او كوباية قهوة وبألف هنا. دلوقتي بقى هعرفكم ازاي تعملوا بسكوت ال10 دقايق واقل كمان من 10 دقايق. للناس اللي ما بتعرفش تعمل حلويات خالص، الوصفة دي مناسبة جدا ليكي، هتخشي تعمليه على طول على طول ومش هياخد منك اي وقت ولا مجهود، وتحفة يا جماعة. شوفوا الوصفة بقى ومتنسوش تحط لايك. ونيته سهلة وبسيطة جدا، متوفرة في اي بيت واقتصادي جدا. هي بيضة واحدة
ومعايا كمان نص كوباية من السكر، وعلى السكر هنحط برضو نص كوباية من الزيت. تمام كده. بعد كده حبايب قلبي هنزل بقى عليهم رشة من الملح، يعني ربع معلقة صغيرة من الملح تظبط بس الطعم بتاعنا. تمام. بعد كده بنزل فانيليا، عشان طبعا احنا حاطين بيض، فاحنا لازم نحط شوية كده من الفانيليا علشان زفارة البيض. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه بالمضرب اليدوي عادي جدا. هتضربيه لغاية لما يوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنزل نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعلى البيكنج باودر هنزل كوبايتين من الدقيق. ما تحطيش كوبايتين مرة واحدة، حطي كوباية كده وقلبيه، وبعد كده نص كوباية وقلبيه بالتدريج، الكوبايتين بالتدريج لغاية لما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. انا عايزة القوام ده. زي ما شفتوا انا هعمل معاكم النهاردة نص بالكاكاو ونص بالفانيليا. تمام. فانا هقسم العجينة بتاعتي، انا عاملة كمية صغيرة، لو عايزة تكبري الكمية شوية تكتريها ضعف الكمية. تمام. بعد كده حبايبي هحط بقى، بعد ما قسمنا الخليط كده بتاعنا العجينة، بنزل معلقة كبيرة من الكاكاو الخام على النص ده، وبنزل علشان هتبقى ناشفة معايا هنزل بس معلقة واحدة من الحليب. هي باللون ده وبالشكل ده، هو ده العجينة بقى الكاكاو اللي احنا عايزينها. بعد كده بجيب بقى العجينة بتاعتي اللي احنا حضرناها بتاعة البسكوت، وبعملها كور صغيرة بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب بقى اي كوباية عندك، اي كوباية عايزة، بس الحتة اللي تحت دي المدورة اللي تحت دي، او ممكن ببطن ايدك تضغطي على العجينة برضو هتديكي نفس النتيجة. بس بتنزلي بقى الكوباية كده على العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتضغطي بس ضغطة بسيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، بحيث بقى ان انا عايزة ابططها بس شوية. تمام. بعد كده حبايبي زي ما قلت لكم انا مش هستخدم هنا اداة تشكيل، يعني مش هستخدم الاداة التشكيل اللي هي بتتباع في المحلات دي، لا انا عندي المعلقة بتاعتي هجيبها كده وتعملي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبه بقى في الفرن كده لمدة يعني 20 دقيقة كده، ويعني بصي حطيه وما تسيبوش وتمشي وتعملي حاجة يعني بالنص ساعة لا، يعني كل 10 دقايق بصي عليه. مش عايز بس غير كوباية شاي كده سخنة، او كوباية شاي بلبن، او كوباية قهوة، وتقعدي بقى كده وتشربي الشاي وتاكلي البسكوت. عايزة اقول لكم البسكوت طالع مقرمش ودايب دوب. اخر وصفة معايا وهي فطاير الطاسة محشية جبنة وفلفل كده، وعلى طول على طول على الطاسة هتعمليها. تعالوا شوفوا الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجة بجيب بولة وبنزل فيها كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. وبعد كده بنزل على الدقيق معلقة صغيرة من الملح، بقلب بقى الدقيق مع الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كوباية من المية، ولا هي مغلية ولا هي دافية ولا هي ساقعة ولا اي حاجة، هي من الحنفية كده، وكوباية مية. تمام. بتنزلي المية تدريجي على الدقيق. تمام. وبتقلبي بالاسباتيول. بعد كده هعجن بقى بايديا. بصوا انا عملت معاكم وصفات قبل كده ما بتحتاجش عجن، على طول على طول وتعملي الفطيره، لكن دي بتحتاج لت وعجن شويه. تمام. يعني فضلي كده اعجني فيها يجي مده 5 دقايق كده بس بضمير. يعني تخيلي حد عايزه تضربيه او متضايقه منه في العجينه دي وطلعي بقى كل الانتقام في العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي حبايبي، لو الميه بتاعتكم كوبايه الميه بتاعتكم ما كفتش وما خلتش العجينه كده تلم زي دي كده، حطوا نص كوبايه كمان. لو ما لمتش حطوا كوبايه كمان عادي، يعني حسب نوع الدقيق بتاعك حطي. تمام. يعني ما تقوليش كوبايه ميه وخلاص ولقيتي العجينه لسه عايزه ما تديهاش، لا اديها. تمام. بعد كده بعد ما بعجنها بقى بالشكل ده بحط على ايدي شويه من الزيت كده وبطنها كده من فوق ومن تحت، وهسيبها بس ترتاح 10 دقايق. زي ما قلت لكم العجينه مش محتاجه ان هي تخمر ولا اي حاجه. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما ارتاحت معايا 10 دقايق زي ما قلت لكم، بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي. العجينه بتاعتي بدهن بس السطح كده شويه زيت، بعد كده بقطعها على 5 كور العجينه بتاعتي كده، وزي ما انتم شايفين كده
بكورها الاول بالشكل ده. تمام. بعد كده انا عايزاها ايه طويله كده شويه. بصوا انا عايزاها طويله كده زي شكل الرغيف الفينو كده. تمام. ركزوا بقى معايا في الخطوه دي عشان دي اهم خطوه عشان تطلع معاكي الفطيره حلوه ومورقه. بقى في كل خطوه تدهني ايدك زيت كده وتمسحي عليها عشان تتفرد معاكي كده بسهوله. بالظبط اهو. بصي اهو بتجيبي كده الناحيه دي والناحيه دي اهو. بس انا مش عايزاها على شكل سمبوكس، انا مش عايزاها زي زي السمبوسه كده، لا انا هعملها مدوره. يعني بصوا اللي انتوا شايفينه ده بعد كده بتعملوها على شكل كوره بقى كده، بتبططوها بس كام تبطيطه كده، بتخافوش الحشوه مش هتطلع ولا اي حاجه. بصوا بالشكل ده سهله وبسيطه مفيهاش اي مشكله. بيتين ونص عملوا 5 فطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تعالوا بقى ندخل على خطوه التسويه. خطوه التسويه سهله وبسيطه جدا. بحط بس كده ايه معلقه من السمنه على معلقه من الزيت. مش عايزين تحطوا سمنه ما تحطيش. تمام. بس ما تحطيش زبده لان الزبده ممكن تتحرق معاكي بسرعه. خلينا بقى يا اما سمنه يا اما زيت. تمام. بتدهني بس الطاسه كده دهنه كده عشان بس لما تحطي العجينه ما تلزقش معايا. بس بعد كده بحط العجينه بقى وخلي بقى النار هاديه، يعني ما تخليهاش عاليه قوي. يعني بصوا خليها كده يعني تحت الوسط بشويه. فاهميني؟ علشان العجينه تستوي معاكي كويس جدا وتطلع مستويه من جوه ومن بره. لانك لو عليتي النار عليها هتبقى مستويه من بره وتحس ان هي لسه عجينه من جوه. فخلي النار بقى ايه يعني تحت الوسط بسنه كده، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي. تمام. هتقلبيها بقى على الجنبين لغايه لما توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطي جنبها كوبايه شاي بقى تفطري بقى بيها، تتعشي بيها، تدوها للولاد في المدرسة. حاجة كده يا جماعة جميلة جدا جدا. هي مقفولة اهي ولا الحاجة هتخرج من جواها ولا اي حاجة. يفطروا بيها الصبح وهم نازلين. وزي ما قلتلك الحشوة اللي انت عايزاها احشي. الجبنة جواها يا جماعة مع هي سخنة بقى كده مع كوباية الشاي تحفة. عايزاكم تحطوا بقى لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. هاتي ورقة وقلم واكتبي بقى الوصفة اللي عجبتك وقومي اعمليها على طول. بحبكم قوي واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. ومع السلامة وباي باي.